الراجل الجميل بقى ده اعتقد عمالين اعتقد لو انا لسه ذاكرتي شغاله هو ده المصري الجميل ابو جلابيه او ابتسامه زي القمر ده، هو ده اللي قال الاجانب تعالى وريني. العالم كله بقى بيبص للمكتشفين الاجانب وساب الراجل الجميل ابو جلابيه اللي هو صاحب الاكتشاف بتاع اقدم اداه بوصله، اقدم مابتابلاي، هي اقدم ميلة ساعه في التاريخ، هي اقدم بوصله اتجاهات في التاريخ، هي اقدم اتجاهات فرعيه صح 70% واتجاهات رئيسيه لان جايبين ايه؟ شمال جنوب برا. مابتابلاي هي من الاخر اقدم جي بي اس. صح ولا مش صح؟ الجي بي اس بيعمل معاك ايه؟ بيوريك اتجاهات. مابتابلاي ايه؟ بتوريك اتجاهات. الفرق انت عملتيها في بتاعه صغيره وهو عاملها بقدرها 4 متر بالاحجار. ادي التكنولوجيا، ادي فرق التكنولوجيا بتاعته طبعا هو تكنولوجيا مفيش مشكله. الفرق الثاني ايه؟ الفرق الثاني مش مهم بصراحه، لكن هذكره لكم ان انت بتبقى حاطه في العربيه وتبقى انت عامل مثلا انت رايح للبسام في نادي هليوبوليس مثلا عشان تقابله، فنادي هليوبوليس بروكسي بجانب مثلا كذا كذا. فتبتدي تقول لك 200 متر انحرف يسارا. انحرف يسارا هي ناقصه انحراف يسارا. وايه صوتك ده؟ وليه بتتكلمي كده؟ بتتكلمي كده ليه؟ انحرف يسارا. طبعا هنحرف يسارا خلاص. فاذا ادي الفرق. بصوا كمان، بص الراجل ده، بص المصري العسل ده، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الراجل ده؟ الراجل ده المفروض يخش عملوا تمثال في النور الراجل ده، ها؟ هو ده مكتشف ده دي حقيقة هذه ستون هنج يا سيدي. بنقدر الحضارات الأخرى يا سلام فوق راسنا من فوق، بس معلش يا بريطانيا تركني حاجة. النسبة صح ولا صح؟ الطلبة حلوين، الطلبة نجاب ومنجبين ووصلوا وسبقوا، برافو. بس ارجع لي الحق بقى. مابتابلاي مش محطوط لها رقم لغايه دلوقتي، خناقه في بريطانيا. بقول لك وقفت قدامها خناقه في بريطانيا. وعشان يبقى عندك فكره لما دي بريطانيا دي فيها خناقه يا فندم. دي فيها خناقه بريطانيا، العلماء مش حاطين رقم، لكن على كل الخناقات طلعت مابتابلاي عشان كده طلعوا في الغرب وقالوا ذا موست خلاص. مابتابلاي كسبان. انت بقى يطلع 10 يطلع 8 يطلع 12 انا 14 ودي اقدم حاجه. ده طبعا تطلع حاجه. نعم فاهم؟ خناقه في بريطانيا. بكلم حضرتك بجد انا وقفت قدام المبنى البريطانيين هيدوروا ضد بعض. كل ايكونوكس كل عمليه الظواهر الفلكيه بتاعت الاعتدال الشمسي والانقلاب القمر ومش عارف ايه يروحوا رايحين هناك ويلبسوا الجلابيه البيضاء بتاعتنا ويروحوا واقفين ويشوفوا الشمس داخله فين ومتجهه لفين وده لان ويبداوا يطلعوا النظريات. لكن في حد وقف قدام ستون هنج في بريطانيا وقال ده من كذا 1000 سنه واتعمل علشان كذا واللي عملوه هم كذا. لا، احنا عندنا في مصر بقى ميزه حضارتنا انها حضاره موثقه، ادي واحد، موثقه ادي اثنين. الاثنين ميزه الاثنين موثقه فدي تسهل علينا. مش كده تمام؟ بقول لهم احنا احسن شغلانه في الدنيا هي شغل المحافظ في علم المصريات، ان المنافع اللي انت هتبدا تصور الحاجات انت موفق. علشان كده لو في حد جالك قال لك كائنات وفي نزل من فوق ومين طلع من تحت ومش عارف ايه، حطه على جنب. هو القميص منصور والشله دي كلها مالناش دعوه. احنا عندنا علم اسمه علم المصري. الاختراعات والابتكارات. يلا بقى بسرعه عشان نفتح الاسئله ونصلي المغرب ونشوف الحاجات دي. في المتحف المصري في التحرير يوجد اكثر من 80,000 قطعه. اللي ما راحش المتحف المصري بقاله 6 شهور يروح. هتقول لي اشمعنى؟ بس انا رحت قبل كده. هتشوف متحف تاني. ليه؟ لانهم جابوا 5 خبراء من اكبر 5 متاحف في العالم وعملوا حاجه اسمها نيو اكزيبيشن سيناريو. عملوا سيناريو عرض جديد. وده اللي احنا كنا محتاجينه في المتحف المصري. كنا بنقول انه عامل زي المخزن. التصاوير كلها لازقه في بعضيها. فتقول لي طيب وماريات عملوا كده ليه؟
يعني عمل ليه الاثار كلها في المتحف في الاول لازقه جنب بعض وكتير قوي قوي قوي. عارف كان رد ماريات ايه؟ هتستغرب. عندما سئل ماريات ليه انت حاطط التماثيل بتاعت المتحف كلها جنب بعضيها؟ وليه عامل كركبه كده وكتير قوي قوي يعني على النظر؟ قال لهم انا حبيت المتحف المصري يتعامل زي البيت المصري. وانا شفت البيت المصري فيه كراكيب كتير. مفيش حته فاضيه في البيت. لان انت لو بيتك فيها حته فاضيه الست بتاعتك مش هتبقى مبسوطه. طلع عينك. اللي هو انا عندي كورنر فيه 3 سم ما فيهوش حاجه، عايز اجيب بص ولا ركز جوه. فهو حد ان هو دلوقتي بقى وهم بيعملوا كده. انا استغلت الفرصه. انا لا اعمل انا شغلي لا اعمل في وزاره الاثار. بس وزاره الاثار دراسه كتير. فرحت بعت لهم قلت لهم في لوحه في الغرفه بتاعت اليمين شمال تخش تاني اوضه شمال تحت في الكورنر اليمين ما حد سائل فيها. طلع علي قدام المدخل ابوس راسك. دي اهم لوحه حقيقيه في مصر. بل وبدون مبالغه استطيع ان اقول اهم لوحه عبريه بنص منقوش في العالم.